بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم متابعين الغيدق سبورت. هارد لك للثغور الخضر، هارد لك للسعودية، هارد لك لكل العرب بالمنتخب السعودي وبالأداء المشرف اللي كان عم يقدمه بمونديال قطر 2022. خسارة للمنتخب السعودي أمام المنتخب المكسيكي، المباراة اللي كان ممكن تتأهل من خلالها إلى الدور القادم. نتائج المباراة الأخرى أيضا ما كانت عم تفيده أبدا بفوز المنتخب الأرجنتيني على المنتخب البولندي، وبالتالي تأهل بولندا والمنتخب الأرجنتيني إلى الدور القادم. المنتخب التونسي أيضا عم يودع بعد فوز على بطل المونديال السابق المنتخب الفرنسي بهدف نظيف، لكن نتيجة المباراة الأخرى بين الدنمارك وأستراليا ما كانت عم تفيده أبدا. يعني المنتخب الأسترالي كان متفوق على المنتخب الدنماركي بهدف نظيف، كان متمنيين انه المنتخب الدنماركي يعدل الاوتار بهدف تعادل كان ممكن يأهل المنتخب التونسي من خلاله الى الدور القادم. قبل ما ندخل بالتفاصيل، بالنسبه للناس اللي ما عم توصل اشعار الفيديوهات، اتمنى منك تشترك بالقناه وتفعل زر الجرس وما تنسى تدعمني بلايك وكومنت. طبعا المنتخب السعودي بدا المباراه قوي جدا امام المنتخب المكسيكي، قدم مباراه رائعه جدا، قدم مباراه قويه فعلا. لكن في نقطة تحول كانت بالمباراة، يعني الإصابات شوي كانت عم تأثر على المنتخب السعودي بالمونديال، وتحديدا إصابة اللاعب علي البيهي. علي البيهي بصراحة كان جوهرة المنتخب السعودي، خروجه من المباراة للإصابة كان نقطة تحول المباراة، خلى المنتخب المكسيكي مرتاح، خلى المنتخب المكسيكي يضغط بشكل أكبر، خلى المنتخب المكسيكي يسيطر على الوسط، يلعب هجمات مفتوحة، عم يتمركز في منطقة الجزاء بكل راحة، عم يستلم كرات في منطقة جزاء المنتخب السعودي، بينما بوجود علي البيهي المنتخب المكسيكي كان عم يعتمد على الكرات الطويلة بظهر المدافعين، لأنه كان غير قادر على اختراق الدفاع. كان منتخب منظم، دفاع منظم، دفاع قوي جدا. المنتخب السعودي كان أقوى، المنتخب السعودي كان ضاغط لغاية الدقيقة 37، كنا عم نشوف المنتخب السعودي أفضل، وعم نشوف يعني كل التحولات والنقاط إيجابية، وكل المعايير والأرقام بتشير إنه المنتخب السعودي رح يتفوق بالمباراة. لكن خروج علي البيهي للإصابة كان نقطة تحول، كان عم يستطيع فيها المنتخب المكسيكي يضغط أكثر، عم يحاول ينور داخل منطقة الجزاء، عم يستلم كرات داخل منطقة الجزاء. يعني كان فعلا الكرت الرابح هو علي البيهي بالمباراة، وفي مباراة الأرجنتين كنا عم نشوف علي البيهي أيضا كان الكرت الرابح فعلا بالمباراة. خسارة كبيرة كانت خروج علي البيهي، وكنت عم نشوف يعني المباراة كيف عم تتحول من تفوق للمنتخب السعودي إلى منتخب سعودي عم يدافع وعم يحاول ما يتلقى هدف، بينما المنتخب المكسيكي أصبح المنتخب الأقوى والضاغط على المنتخب السعودي. 10 دقائق فقط المنتخب المكسيكي من بداية الشوط الثاني من تسجيل هدفين، كرة حرة مباشرة وهدف ثاني. المنتخب السعودي حاول يعني نوعا ما تكتل دفاعيا بعد خروج علي البيهي، لأنه كان في ثغرات واضحة جدا بخط الدفاع. أصبح المنتخب السعودي يعني يعتمد على المرتدات. بنهاية المباراة قبل صافرة النهائي قدر سالم الدوسري من تسجيل هدف تقليص الفارق. هدف تقليص الفارق كان غير كافي طبعا، بالتالي تأهل المنتخب الأرجنتيني مع المنتخب البولندي بعد تفوق المنتخب الأرجنتيني على المنتخب البولندي بهدفين نظيفين. طبعا شهدت المباراة ركلة جزاء للمنتخب الأرجنتيني، نفذ ليونيل ميسي قام بإضاعتها، أيضا سجل ألفاريز وماكس هدفي الأرجنتين. بالنسبة لمباراة منتخب تونس، مباراة أيضا كانت قوية جدا من المنتخب التونسي. نصور قرطاج قدم كل ما عليه بصراحة بهاي المباراة، قدم مباراة رائعة جدا وقوية جدا، لكن خلونا نكون واقعيين، يعني فرصة التأهل ضاعت من المنتخب التونسي في مباراة استراليا بخسارته من المنتخب الاسترالي 1-0. كان عم يدخل بحسابات معقدة جدا. رغم كل ذلك واجه بطل مونديال 2018، كانوا رجال على أرض الملعب، استطاعوا هزيمة المنتخب الفرنسي بتشكيلة كاملة. كنت متوقع المنتخب الفرنسي بعد تأهل للدور القادم يعني يريح اللاعبين ويلعب بتشكيلة احتياطية، بتشكيلة رديفة، لكن المنتخب الفرنسي كان عم يدخل بكل نجوم بتشكيلة كاملة، من كيليان امبابي لتشاوميني بكل اللاعبين. مع ذلك المنتخب الفرنسي كان عم يخسر امام نسور قرطاج رجال تونس بهدف نظيف. لكن المباراة الاخرى على الجانب الاخر بين الدنمارك واستراليا كان عم يتفوق فيها الكنغر الاسترالي بهدف نظيف على الدنمارك، وبالتالي خروج تونس من المونديال برفقة السعودية والمكسيك. هارد لك لنسور قرطاج والمنتخب السعودي، شرفوا العرب بهذا المونديال، قدموا اداء رائع جدا ورفعوا راس كل الوطن العربي بهذا الاداء. بالتوفيق للمنتخب المغربي الشقيق، المنتخب الوحيد المتبقي حاليا بالمونديال. مباراته القادمة غدا مع منتخب كندا، ان شاء الله تأهل الدور القادم. هارد لك للمنتخب السعودي والمنتخب القطري والمنتخب التونسي.
عملتوا اللي عليكم والله يعطيكم العافية. إن شاء الله بالتوفيق في القادمات، ونشوفكم دائما من تطور لا تطور، وبالتوفيق للمنتخب المغربي الشقيق والمباريات القادمة. هي كانت أغلب تفاصيل المباريات، وزورون الفيديوهات الجديدة، وما تنسوا من دعمكم توفوا بخير وصحة وسعادة. السلام عليكم.